السلام عليكم، شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير وصحة وعافية يا رب. نبدأ فيديونا بالصلاة على محمد وآل محمد. اليوم طبعا قعدت من النوم محتارة شنو أسوي الغدا. شفتوا مثل ما شفتوا شي أكيد باقلة وشبنت. عندي بالفريز مفرزتهم، أنا عندي باقلة ثارمتها ومفرزتها، وعندي شبنت. أنا بالعادة من الليل أقرر يوم ثاني شنو أريد، يعني أقول باشر راح أسوي فلان شغلة إن شاء الله إذا رب العالمين خلانا عايشين. مرات لا والله أتركها للظروف، أقول أقعد وأشوف شنو أسوي. هنا طلعت الباقلة والشبنت خليتهم على النار، راح أتركهم يذوبون عن الثلج وينشف الماي مالتهم، بعدين أضيف لهم زيت. هنا نقعت التمن على ما أحمس الباقلة والشبنت. طبعا ما أخليهم يصير لونهم أسود ولا أضيف هواي بهارات وشغلات، لا، لأن هي مو مرقة هواية التمن، فالبهارات الهواية تغير طعمه. هنا عندي ظرف شربت، هذا الظرف باقي من رمضان، راح أسوي. هنا ضفت الزيت، راح أخليه شوية يحمس، أضيف له فقط فلفل أسود وكركم بعد ما أضيف أي شيء. الكركم حتى شوية يغير لي لون التمن، يصير حلو لونه. خليه يحمس بس ما أخليه يصير أسود حتى لا يصير لونه مو حلو. بعد أم البيت لازم تدبر نفسها، إذا مثلا قعدت محتارة ما تدري شنو تسوي، تفتح الفريز مالتها وشوف شنو عندها. أنا والله العام هواي شغلات فرزت، بس هالسنة لا، ما فرزت أي شيء حتى الآن. هسه راح أحركهم كل زين، وبعدين أضيف لهم التمن. واحد مرات يحتار شنو يسوي الغدا، ما أعرف إذا أنتم مثلي، أحتار بالغدا وأحتار بالعشاء. بعد عندي أنا العشاء أكثر يحيرني من الغدا، أكثر أحتار بيه. يعني الغدا معروف تمن ومرقة، أو مثلا دجاج يسوى شوي أو قلي مطبق يعني، أو سمك يسوون شوي أو قلي، أو تمن ومرق، أو تشريبة. ولو التشريبة ما حد يحبها، يعني إحنا كلش مو صديقتنا التشريبة. بس عندي العشاء أنا كلش أحتار بيه، دائما أحتار بالعشاء. إذا عندكم أفكار جديدة اكتبوا بالتعليقات بالنسبة يعني الأكلات. هاي هنا الشربت سويته أنا، خليت بيه ثلجاية وراح أخليه بالثلاجة. طبعا هنا سويت كيكة، أنا سويتها من الليل مال نجاح ابني، سوى لهم احتفالية بالمدرسة، سويت الكيكة وأخذتها إليه. إن شاء الله رب العالمين يفرحكم بأولادكم والنجاح والتوفيق لكل الطلاب يا ربي. سويتها من الليل وخليتها بالثلاجة، ويوم ثاني الصبح أخذتها ورحت، ومن رجعت يعني محتارة شنو أسوي، فطلعت الباقلة والشبنت، سويت تمن باقلة. كوبيها ناس تمن الباقلة يسوون يا دجاج ياكلونه، وإحنا صراحة تمن الباقلة نحب ويا الروبة، فأنا حطيت ويا روبة. وهذا الشربت اللي سويته، وخضرة تمر وراشي، والحمد لله والشكر، ألف الحمد لله على النعمة بالخير والبركة. أخذت الكيكة الصبح ورحت للمدرسة واحتفلوا، وصورت لكم قليل من الكيكة. شوفوا هنا شلون هالشي، سويت له كيكتين قلت حتى شوية تكفي، يعني يحتفل يا أصدقاء بالمدرسة وهو يقطع الكيكة ويوزعها لهم. هنا هذا الوجه مال الكيكة شوية يعني لونه صاير طوخ، راح أقشطه بالسكينة وأشيله. هنا عندي هاي كريمة وياها نوتيلا، راح أحشي البطن، راح أخلي بالأطراف مالتها الكريمة البيضة، لأن الكيكة راح أزينها لونها أبيض حتى ما يطلع الكريم اللي بكاكاو يطلع من الجوانب. وراح أخليه جوز، أحشيها بجوز. هنا راح أضيف لها الجوز فوق الكريمة والنوتيلا، وأخلي الطبقة الثانية وأيضا أخلي نفس الشيء، والطبقة الثالثة وأيضا نفس الشيء، على ما أخلص كل الطبقات. هنا أنا حطيت لها الكريمة بس بعدني ما صقلتها، بس حبيت أراويكم إياها. هنا راح أسويها بهاي الأداة، العوسها ماي يمي ماي، وأسوي بيها حتى تصير الكيكة كلش ملسة. هنا شوفوا شلون زينتها ورتبتها. طبعا سويت الإطار مالتها لونه بصلي، انتو كيفكم بعد شلون تحبون التزيين اللي داخل، كلش
كلش عادي، كل من حر باختياره. إن شاء الله الفيديو عجبكم، مع ألف ألف سلام.